مفيش أحسن من الكاميرا عشان تحتفظ بأهم ذكريات حياتك. بس هل فكرت في مرة إزاي الكاميرا بتشتغل؟ في تجربة في كتاب العلوم لسنة 5 ابتدائي ممكن تشرح لنا فكرة عمل الكاميرا. تكون الصور باستخدام الثقوب الضيقة. الأدوات: صندوق كرتون، شمعة، قطع من ورق الكلك. الخطوات: هنقص جانب من جوانب الصندوق ونلزق مكانه ورقة الكلك. هنخرم خرم صغير في جانب الصندوق اللي في وش ورقة الكلك. هنحط شمعة قدام الخرم وعلى مسافة منه ونبدأ نقربها ونبعدها لحد ما نشوف لها صورة واضحة على ورقة الكلك. المشاهدة: هنلاحظ إن صورة الشمعة اللي اتكونت على ورقة الكلك مقلوبة وأصغر من حجم الشمعة. التفسير: الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة، وعشان تشوف أي جسم لازم الضوء يقع عليه ويتعكس. اللي حصل هنا إنك عشان تشوف الشمعة من خلال الخرم الصغير اللي احنا عملناه في الصندوق، أشعة الضوء اتعكست من الشمعة في اتجاه الخرم ده، ولأن الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة زي ما قلنا، الضوء كمل لحد ورقة الكلك. فالضوء المنعكس من قمة الشمعة انعكس على الجزء السفلي من ورقة الكلك، والضوء اللي جاي من قعد الشمعة انعكس على الجزء العلوي. عشان كده الصورة بانت مقلوبة. وهو ده اللي بيحصل في الكاميرا مع استبدال ورقة الكلك بفيلم التصوير عشان الصورة تثبت ونقدر نحمضها بعد كده.